السلام عليكم أخوتي وأحبتي المتابعين لصفحتنا، ونتمنى حقيقة أن يتابعها المزيد والمزيد. وإن شاء الله المواضيع التي نتطرق لها هي تخص وتهم وضعنا الحالي بكل المجالات، سواء السياسية، الاجتماعية، الدينية. نتناول من خلال هذه المقاطع مواضيع أنا أراها من وجهة نظري مهمة، قد لا يراها الآخر مهمة، وقد لا يهتم بها أصلا، وقد لا يتابع هذه المقاطع. ولكن من خلال ما مكننا الله من متابعة لكثير من الحالات الموجودة، أحيانا نشخص أو نختار موضوعا ما لنطرحه من خلال هذه المقاطع التي تحتاج حقيقة صبر، لأن تشاهد مقطع ربما أنه لا يستهويك ولا ترغب به، أو ربما أنه معاد أو مكرر، أو ربما أنه قد ذكره غير المتحدث الآن خادمكم الصغير يعقوب الأوسي، ولكن هو من باب التذكير. موضوعنا هو عن الإعلام ودوره في بناء شخصية الإنسان ومدى تأثيره على مواقفه. أنا لا أريد أن أبدأ بالهجوم مباشرة على هيئة الإعلام هيئة الاتصالات والإعلام العراقي التي كتبنا عنها مرارا وتكرارا، وهنالك إخفاقات كثيرة. هيئة الإعلام العراقي هي هيئة مستقلة، ولكن أعطيت ومنحت صلاحيات قانونية ومسؤولة عن العقود. هذه مشكلة. الآن لا تستطيع هيئة الاتصالات والإعلام أن توقف بث كذا قناة، لأنه القناة تدفع. هذا واقع. أنا لا أريد أن أشير إلى حالة فساد وأنا متأكد أو متيقن منها، ولكن ما هو السبب الذي يجعل هيئة الاتصالات والإعلام العراقي أن لا تأخذ مثلا على عاتقها مسؤولية، وهي من مسؤولياتها طبعا الأخلاق المهنية يسموها عندهم. لم نسمع في يوم من الأيام القنوات قنوات مثيرة للفتنة، قنوات مشاغبة، قنوات تحرف، قنوات تزيف، قنوات. كل هذا لم نجد ولم نسمع هنالك إجراء اتخذ بحق هذه القنوات من باب التأديب على أقل شيء، من باب التأديب، انذار. احنا نؤمن بالحرية وحرية التعبير، لكن حرية التعبير تصل إلى مستوى عالي حقيقة من النيل من الفرد العراقي ومن حياة ومن كرامة الإنسان العراقي. تشويه وتضليل لحقائق موجود من خلال الإعلام. هيئة الإعلام العراقي يجب أن تعاد هيكلتها أولا وطريقة عملها، وأن تكون تحت المراقبة من جهة أخرى، لا أن تكون هيئة مستقلة ويطلق لها العنان هكذا. لأننا لازلنا نعاني من هذه القنوات، كل يوم نشاهد هذه القنوات. حتى الضيوف الذين تختارهم هذه القنوات هم ضيوف الأكشن، ضيوف الحركة، إثارة الموضوع، مجرد حركة لاستقطاب عدد مشاهدين. هذا هدف القنوات، أكشن. هذا بما يخص هيئة الاتصالات والإعلام العراقي، وموضوعها طويل، لكن أنا اللي يهمني حقيقة من هذا المقطع هو ما ينتج عن هذه القنوات، وكيف نتعامل مع المعلومة ومع الخبر. أولا أنا أتحدث من باب أنني مسلم، وإن شاء الله مؤمن، وأعمل بتكليفي بما أستطيع، وجزء من تكليفي أن أذكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، هذا اللي ينقل الخبر. هل هو مصداق الإنسان الذي تثق به وتستطيع أن تأخذ المعلومة؟ هل عرف عنه الصدق؟
هل عرف عنه الوطنية؟ هل عرف عنه التدين؟ هل عرف عنه الالتزام؟ ما هو هاي مقاييس للتعامل مع الآخرين. هسه قد يجي واحد يقول لي يا أخي هواي لابسين بالدين لكن منافقين. يا أخي أنت بإمكانك أن يعني أعرف الحق تعرف أهله، يعني هذا قاعدة خليك إياها إمامك أنت. أنا أتحدث مثلا إلى الطائف أو إلى الإمام الذي هو إمام المسلمين كلهم والخليفة الرابع عند الجميع، يلا بعد حتى لا أحد يزعل، الخليفة الرابع. قد اعرف الحق تعرف أهله. يعقوب عندما يتكلم انظر إلى يعقوب، هل هو صادق كاذب؟ سيرته هل الذي يقوله صحيح؟ هل يطابق الشرع؟ هل يطابق القانون؟ هل يطابق الأخلاق؟ هل يطابق العرف؟ انظر واسمع وافهم. تأتيني يوميا بدون مبالغة، ما أريد يعني المبالغة أيضا، يعني شلون هذا يقول هيك شفت بيهم ألف مليون، يعني حتى ماكو نسبة تناسب بين الألف والمليون، بس هو يعني يبالغ. يوميا تجيني عشرات صورة أحد القنوات وشغلة فوتوشوب ومكتوب جوه فد عنوان، صورة شخصية معينة، صورة رئيس وصورة وزير، صورة شخص، وجوا مانشيت يعني كأنه مانشيت، وهذا على اساس انه القنوات هذيك اللي بدأ. اولا انت بتودي لي يا عزيزي يا حبيبي يا اخوي، انتم اخوتي، انا خلي اجي للي يتحملوني، يجوز واحد ما يتحملني. انت من اجاك هذا كلفت نفسك شويه وتعبت ورحت دخلت على القناه وتابعت القناه وشفت هذا الخبر طلع من عندها، تعبت نفسك يعني بعد 5 دقائق يعني مثلا، تعبت نفسك، فتحت التلفزيون وشفت انه اكو موجود هيك خبر، روح على اليوم ماكو قناة إعلامية تلفزيونية شخصيات ما عندهم صفحات، الشخصيات عندهم صفحات، والقنوات التلفزيونية كلها عندهم موجودة حتى في الفيسبوك وين ما كان موجودة عنده. أدخل أتحقق وأدقق بالخبر وأشوفه صحيح لو مو صحيح. في زمن قبل شهرين، قبل 4-5 أشهر، كانت تجيني يوميا بما يقارب، ويعني عندي أصدقائي يجني 60-70 خبر، وأحيانا يعني إمكانية المزيف والمحرف إمكانيته عالية قوية جدا، يمتلك إمكانيات تقنية ويعرف أنه بهذه الأمور فوتوشوب أو غيرها، ينزل لك في التغريدة لزيد من الناس، وهاي التغريدة ما لها وجود. قبل كل شيء من تجيك هاي التغريدة قبل ما تودي لي إياها يعقوب الأوسي موجودة، مثلا الإعلامي يعقوب الأوسي، أنا هاي عندي تويتر، مو الإعلامي يعقوب الأوسي تويتر، واحد إجا ولزق منشور باسم يعقوب الأوسي وطشه بالمجال وصور نفس الصفحة مالتي بالضبط، ما شاء الله مثل ما وصلتك، يعني عندك انترنت صح؟ بسهوله راسا تك اروح ادخل على صفحه يعقوب اشوفه ناشر هالشيء هذا، عنده هيك منشور، قبل ما اساهم بالترويج لهذا المنشور المغلوط اللي جاب لي اياه الفاسق الفاجر. وهسه ذكرنا الايه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق تبينوا افحصوا دوروا، لا تصير فقط متلقي، لا تستلم المعلومه. يعقوب بن يقول لك على ما هسه انا جاي احكي واسولف، من اسولف لك بهاي المعلومات؟ شوفها راجعها، شوف يعقوب صحيح خطا كاذب صادق، منين جاب هاي المعلومه؟ لا تاخذ من عندي مباشره. اليوم ماكو انسان معصوم ولا انسان ما يحاول انه يقدم اللي عنده، لكن اكو ملتوي، اكو مبتز، هذولا هاي الامور لازم واحد يتابعها. احنا الى متى انه نكون فقط متلقين، نتلقى المعلومه ونعبرها نتلقى؟ ليش ما نحللها؟ ليش ما نشوف من وراها؟ ليش ما نشوف شنو الهدف اللي اجت من وراها هاي المعلومه؟ ليش يعني؟ شنو المشكله انه انطل هذا العقل اللي الله سبحانه وتعالى يعني خاطبه، قال له اقبل فاقبل، قال له ادبر فادبر، الحديث القدسي انا وعزتي وجلالي، يعني هذا يعني بك أعاقب وبك أثيب، يعني بالعقل، ما قال بالعاطفة ولا قال بالهوى، الحديث القدسي هذا.
أقبل فأقبل، أدبر فأدبر. قال له وعزتي وجلالي بك أعاقب وبك أثيب. إذا إحنا إذا تجردنا من هذا العقل اللي الله سبحانه وتعالى انطانا إياه وهو جوهرة، ونسير وراء الأهواء في تقبل الشيء، إذا أجتنا هذه المعلومة والله لأنه تتناغم مع رأيي أو تتناغم مع فكري أو تتناغم مع عاطفتي، أعتبرها معلومة صحيحة وأخذها وأبدأ أسوق إلها إنه بشارك أني. مشكلة يعني طامة كبرى. يا أخوان الإعلام أخطر سلاح موجود، الإعلام أخطر سلاح موجود. علينا أن ننتبه في نقل المعلومة. من أريد أكتب شيء، أريد أعلق بشيء، يكون أتيقن وأتأكد من عنده، أتأكد من معلومتي، أتأكد من الخبر. شنو يعني شنو تناقل الأخبار هذه؟ ما هو أكو ناس مستفيدة من هذا الموضوع اللي أنت جاي تسويه، وأحيانا يسويه متعمد، يسوي هج معلومة متعمد، يريد يثير حفيظتك أنت اللي تتناقض وياه أو اللي ما تتفق وياه، اللي ما تتفق وياه يريدك أنت، يريد يسحبك حتى تتجاوز، حتى تخطأ، حتى توقع بالخطأ. هو يتقصد، يتعمد يسويها، يتعمد. عندنا كتاب الآن وعندنا ما شاء الله يطلعون فلاسفة بالتلفزيون ثبت فشلهم على مدى كل هاي الفترة اللي راحت. محللين سياسيين ثبت فشلهم، كانوا يعني يدغدغون مشاعر الناس في صراخهم ودفاعهم، واحيانا بكائهم بكاء التماسيح امام شاشات الكاميرا، وهم ما لهم علاقه اصلا. على قد ما يحصل من القناه تدفع يا اخوان، كثير من القنوات تدفع. اسالوني انا، اسالوني، اقسم لكم بالله تدفع. اكو قنوات تدفع اصلا. اكو اللي يروح للقناه ما يسال، اكو يسمونها محاور، يعني محاور هاي محاور يابا ترى احنا هاي اللي راح نسولف بيه. من يتصلون عليك يردون وياك لقاء اعلامي او يعني استضافه كمحلل، كناقد، كمتحدث باسم جهه معينه، من يودون عليك او يتصلون عليك استاذ فلان احنا يابا باكر تشرفنا عندنا في حلقه الكذا اريدك الموضوع. المفروض ما يسالهم شنو هي المحاور، ما يسالهم، يعني المفروض يسالهم يقول شنو هي المحاور، يقولوا له هاي المحاور اللي راح نسالها، واحنا نريدك تركز على هذا المحور وتركز على هذا الموضوع، ونريد همتك ونشاطك وتتدلل. خذوها من عندي، خذوها من عندي، خذوها من عندي. اكو من يقع تحت هذا التاثير، ولذلك تشوفه متقلب في آرائه، وشفناهم احنا طيله الفتره الماضيه من كانت والحمد لله يعني الله نجانا من الفتنه. شفتوهم على القنوات. هسه انا ما اريد اذكر اسماء، كلكم تعرفونهم واحدا واحدا. هذول انتبه لهم اني من يتكلم هذا فعلا صادق، يعني صادق، لو لانه يتناغم ويا رغباتي ونزواتي، ترى يتناغم وياها، ولهذا انا اخذ من عنده الكلام. يا اخوان ارجوكم، المقطع طويل صار وهو الموضوع هذا ضخم حقيقه، يعني نحتاج وعي اعلامي، وعي من استلم المعلومه اخذها احللها. استلمت المعلومه تشوف زيد من الناس افضل من عندك، تودي الهياد تقول له اني جاني، تعرفه صديقك، لكن تعرف بانه معلوماته مثلا جيده، افضل من عندك، يعني غير مغرور، متواضع جدا، قل له يابا انا جاني هذا الخبر، شنو تصورك؟ متى يعني مصداقيته؟ ما هو المصداقيه، الانسان من يتكلم يعني راس مال الانسان الصادق هو مصداقيته. متى ما كان عنده مصداقيه صدقون الخبر او المعلومه اللي ينطيها وهو مطمئن ستخترق قلوب الاخرين، او يعني يقتنع بها الاخر. اتصل بزيد من الناس من اصدقائه وهو افضل من عندي او متعلم اكثر من عندي او عنده معرفه اكثر من عندي، يا فلان يابا جتنا هاي المعلومه، شنو رايك بها؟ تتوقع صحيحه؟ قبل ما تساهم بنشرها، قبل ما تكتب عنها، قبل ما تخوض بموضوع اصلا انت ما فاهم تفاصيله. وعندنا هوايه خلال هذا الاسبوع العشر ايام اللي راحت كثير من الامور ما حد فاهم تفاصيلها، مثل ما تكلمنا عن البنك المركزي وقلنا هذا البنك المركزي ترى هو مسؤوليه رئيس البنك المركزي، المسؤوليه القانونيه تقع على من؟ تقع على البنك المركزي العراقي. صلاحياته هي هاي، هو يحدد سعر الصرف، يشتري فلوس
ياخذ فلوس من الماليه يشتريها وبعدين هو يحدد سعر الصرف. سووا هجمه على الرجل السوداني، واحنا حاولنا نوضح ووضحناه بمنشور. هجوم كبير عريض طويل، ها وين وعودك؟ كذب علينا، شفتوا؟ هاي بعده بالبدايه استوى صار رئيس وزراء وكذب علينا، هذا مو لقاء القديم؟ نعم، هو ينادي بخفض الدولار، لكن هل هي من صلاحيته القانونيه؟ صلاحيته القانونيه ان هو يقول مثلا قرر السيد رئيس مجلس الوزراء خفض الدولار الى كذا سعر؟ لا يا اخوان، هاي مو مسؤوليته، مو مسؤوليته، مسؤوليه المشرع ومسؤوليه المسؤوليه اللي القيت على البنك المركزي العراقي. هاي المسؤوليه هناك. ولهذا الاعلام والتضليل والكذب بدا وين يتوجه؟ يتوجه الهجوم على هذا الرجل، على رئيس مجلس شخصيه، ويتهموه بالكذب والمخادع بعد ما صار لعمي 10 ايام ما كمل. والله العظيم قرارات وانجازات صارت تحلمون، اصلا مو اقول تحلمون عفوا، لكن انه ما كنا نتصور انه تمشي بهذه السرعه، قرارات ما كنا نتصور تمشي بالسرعه. اما انه تريد راسا انه الخبز راسا راتبك يصير كذا، وراسا يتبلط الشارع، وراسا تجيك المستشفى، مو بهالطريقه عمي، مو بهالطريقه. يراد اول شيء هدوء، يراد سكينه، يراد مسانده. كل ما تعمل هاي الحكومه بعمل جيد ساندها، ومن تعمل عمل خطا او ما يعجبك راجع اسال المتخصص حتى ما تقع بالخطا، حتى ما تظلم الاخرين. هذا دور الاعلام هنا مهم جدا، انه افهم هذا، انا يعني افهم انه هذا اختصاص هذا الرجل، له مو اختصاصه. هجوم صار عنيف وبدأوا عمليات تسقيط، ليش؟ لانه هذول اما انه يكونون هم نوعين طبعا، ما مو ثالث ماكو، اما انه انسان ما عنده معلومه ويتصور كل شيء يم رئيس الوزراء، كل شيء يم رئيس الوزراء، بينما عندنا 3 سلطتين رئيسيتين، اسعوا القضاء العراقي والرئاسه الجمهوريه ورئاسه الوزراء والبرلمان، 4 جهات، 4 رئاسات، كل وحده لها تخصصها، وان شاء الله نجي في يوم نوضح كل وحده شنو شغلها. فجه الهجوم على انه ما خفض الدولار وكذا. البنك المركزي مسؤول عن هذا، هو يحدد السياسه، وهاي بكل العالم، بكل العالم، مو فقط بالعراق، بكل العالم السياسه الماليه التي يرسمها لهذا البلد يرسمها البنك المركزي لتلك الدوله. هذا واضحه معروفه. فلا تتخيلون انه هو من قال مثلا قال نحن نلتزم ونطبق ما يريده او يطلبه البنك المركزي، نعم، باعتبار انه هو وضع يعني مثل ما هي القضاء، يابا القضاء هو رئيس الوزراء يطلع يقول لك القضاء ايش يقرر احنا نلتزم به. شو نقول له؟ نقول له لا، انت رئيس وزراء اضرب القضاء بعرض الحائط. نفس الشيء ينطبق على البنك المركزي. صحيح هي مؤسسه من مؤسسات الدوله، لكن لها صلاحيات ولها قانون ولها شغلها اللي تختص به. فانتبهوا يا اخوان لمساله الاعلام وشلون جاي يستخدم العقول ويستخدم الحقيقه، يستخدم رغباتنا. انا من المنادين ورافع شعار بخفض الدولار، لكن ما اهم من رئيس الوزراء مباشره نزل الدولار، لا، هو اكو طرق قانونيه يستخدمها رئيس الوزراء، ممكن اكو طرق قانونيه، بس هو كشخص كوزير رئيس وزراء ما يقدر. البنك المركزي هو اللي يحدد. فارجوكم يا اخوان، هذا اللي تجي وتنشرونها على الصفحات مالتكم وتنزلونها وعليها صور وعليها كذا، اتاكدوا قبل ما تنشر الخبر، اتاكد قبل ما توزعه، اسال، روح للقناه، روح لصفحه الشخص هذا اللي ذكره، قال فلان وكذا كذا كذا، يا اما يردون يسقطون فلان او فلان انه مختلف وياهم، سووا في المنشور نشروه على اساس حقيقه. انا وياه صارت امور، انا عندي كلمه بالناصريه في مؤتمر، لقيت كلمه طلعت ثاني يوم بالتلفزيون مقطعينها تقطيع كامل، والله العظيم اخذوا كلمات من الكلمه مالتي، جمل، وربطوها مع بعضها، شغله المونتاج، وربطوها مع بعض واستلمها طشها بالاعلام. ماجد سليم، يعني شنو مستحي من عنده؟ انا مو خايف، ماجد سليم نفسيته اللي هو من الديواني، يلا، وبنضيف شيخ كاظم الريسان الله يرحمه، كلمه لقيتها هناك، جيت بالليل وصلت للبيت لقيتها متقطعه وبشكل ثاني، مو كلمتي هذه، اكو جمل قبلها واكو جمل بعدها واكو جمل بنصها. انتبهوا لهذه الطريقه المضلله، روح للاصل لا تجي على الفروع. اطلت عليكم وشكرا لاستماعكم، وان شاء الله تكون هاي مفيده حقيقه، يعني لتوجيه دفه الاعلام. اخوكم
ومتحدثكم ومحدثكم يعقوب الأوسي السد المنيع، وإن شاء الله سدا منيعا لكل ما يسيء للعراق والعراقيين، ولكل ما يحاول أن يضلل هذا الشعب حقيقة الذي عانى سنين طوال. أشكركم وجزاكم الله خير الجزاء بحسن